يا مساء الفل والياسمين على كل اخواتي وحبايبي متابعين قناة قصص رعب عن العالم الخفي. النهاردة معادنا مع قصة مرعبة جديدة هنتكلم فيها عن الرعب النفسي وإيه علاقته بعالم ما وراء الطبيعة. بطلة قصتنا النهاردة فتاة منتحرة. الطب النفسي صنف موتها بسبب حالة اكتئاب حادة أدت إلى الانتحار، بس البنت كان ليها رأي تاني سابتهن في مذكراتها اللي بجد مرعبة. بس قبل ما نبدأ قصتنا النهاردة ياريت تنزلوا تعملوا لايك، مش هياخد من وقتكم كتير بس هيفرق معايا كتير لأنه هيوصل القصة لأكبر نسبة مشاهدة، وأنا متأكد من دعم كل اخواتي وحبايبي. عملتوا لايك؟ طب يلا بينا نبدأ قصتنا. أحب في البداية أعرفكم بنفسي. اسمي رانيا، عندي 25 سنة. بدأت أكتب مذكراتي لما بدأ الرعب والخوف يتملك مني. أنا هحكي لكم الحكاية بتاعتي من الأول خالص. أنا كنت عايشة مع أبويا وأمي وجدتي في إحدى قرى الصعيد، وأسرتي كانت متوسطة الدخل، بس كنا كلنا بنعيش حياة هادية جدا. أما عن شخصيتي، أنا ما كملتش تعليمي وسبت الدراسة، وكنت بنت هادية جدا. ما كانش عندي أصحاب. كنت بحب إن أقعد مع أمي وجدتي طول الوقت، كنت متعلقة بيهم. بدأت الأيام تمر بسرعة لحد اليوم اللي توفت فيه جدتي، والحزن بدأ يملأ البيت، وحياتنا أصبحت أنا وأمي وأبويا في شدة الحزن على موت جدتي. وبعد ما عدى 9 شهور على موت جدتي ما كانش حد فينا قادر يعيش في البيت. البيت فعلا بقى كئيب جدا. وبعدها أبويا قرر إننا نسيب البلد ونسافر نعيش في القاهرة. وبعد كام يوم أبويا بدأ يبيع الأرض والبيت. نزلنا على القاهرة. بابا اشترى لنا بيت كويس، كان كبير، 4 غرف وصالة واسعة جدا، وبدأنا نعيش. ومع الوقت بدأنا نتأقلم على حياتنا الجديدة. وبعدها أبويا فتح مشروع سوبر ماركت صغير، وكنت أنا وأمي بننزل نساعده في الشغل. بدأت حياتنا تستقر نفسيا وماديا. ومن بعدها أبويا قرر إن أنا وأمي نفضل قاعدين في البيت ونسيب شغل السوبر ماركت، وفعلا هو ده اللي حصل، والحياة ماشية تمام وأصبحنا في الأفضل دايما. أبويا كان متعود يشيل فلوس السوبر ماركت في البيت، وكل آخر شهر يروح يحط الفلوس في البنك، والحياة فضلت مستمرة على كده. وبعد مرور 4 سنين قدر ربنا إن اتصاب بورم سرطاني، بس الحمد لله ما كانش خبيث. وبعد التحاليل اللازمة في أحدى المستشفيات قرروا إن لازم عملية استئصال للورم. أبويا وأمي كانوا معايا دايما في المستشفى لحد يوم العملية. وقبل العملية بساعتين المستشفى طلبت من أبويا فلوس، وطلبت ملابس نظيفة عشان ألبسها بعد العملية. أبويا خد أمي وراحوا على البيت عشان يجيبوا الفلوس والهدوم، لكن بعد كده ما رجعوش. الوقت كان بيمر وأنا كنت قاعدة في المستشفى لوحدي ومعرفش أي حاجة. وعدى ساعتين ودخلت غرفة العمليات، وأبويا وأمي مش جنبي. وحتى بعد ما فقت من البنج كان الوقت متأخر بالليل، وبرضه أبويا وأمي مش موجودين حوالين مني. سألت الممرضة اللي كانت موجودة معايا في الأوضة، هو فين أبويا أو أمي؟ الممرضة ردت عليا وقالت كانوا موجودين، والدكتور قال لهم روحوا، هي مش هتفوق غير الصبح. بس الغريبة إن الممرضة كان باين على ملامح وشها الحزن، وبدأت تبكي. أنا سألتها أنت بتبكي ليه؟ قالت لي عشان ابني تعبان شوية، وسابتني وخرجت بسرعة من الأوضة. وبعد مرور ساعة تقريبا لقيت الدكتور عندي عشان ياخد مني عينات للتحاليل. سألته برضو على أبويا وأمي، لكن رد الدكتور كان غريب. قال لي انت ما ينفعش حد يدخل عليك الغرفة قبل أسبوع غيري أنا والممرضة اللي مسؤولة عن خدمتك، عشان انت مناعتك ضعيفة جدا. وبعد الأسبوع ده يا ستي هكتب لك على خروج وتروحي تقعدي في بيتك مع أبوكي وأمك، بس أهم حاجة إنك تسمعي الكلام. أنا قلت للدكتور حاضر،
بس الصراحة أنا معرفش ليه كان عندي إحساس غريب. أنا كنت متأكدة إني أنا اللي هموت. ما تخيلتش أبدا إن بعد ما يعدي 10 أيام أعرف إن أبويا وأمي اتقتلوا على إيد حرامية في الشقة بتاعتنا. أنا بعد ما عرفت الخبر ده دخلت في غيبوبة 13 يوم، وبعدها بدأت أعيش فترة نقاهة في إحدى المصحات النفسية والعصبية. وعدى كام شهر، وبعد ما قدرت أهزم مرض السرطان اللعين قدرت كمان إن أهزم الحزن وأتملك أعصابي وأرجع أعيش في البيت لوحدي. بس اللي ما كنتش قادر أهزمها ذكرياتي مع أبويا وأمي اللي كانت في كل مكان في البيت. حاولت أكتر من مرة إن أنزل أباشر السوبر ماركت بس ما قدرتش، فقررت إن أبيع المحل وأنا كده كده عندي فلوس تكفيني باقي العمر. وبعد ما قدرت إن أبيع المحل قررت إن أعيش حياتي كلها داخل شقتنا لوحدي مع ذكرياتي مع أمي وأبويا. أنا ما كانش عندي أصحاب وملناش حد في القاهرة نعرفه. كنت بعيش في وحدة كاملة، ومع الوقت اتعودت على الوحدة لحد ما بدأت مرحلة العذاب والرعب في حياتي. أنا بدأت أشوف خيالات جوه البيت، والخوف والرعب بدأ يسيطر عليا. ما كانش فيه حد جنبي يقدر إنه يساعدني. أنا ما بقتش أقدر أنام. بدأت أخد مهدئات عشان أعرف أنام، وحتى لما كنت بقدر إن أنام كنت بحلم بكوابيس مرعبة. أنا بقيت عايشة حياة صعبة، لكن قررت إن أواجه الوهم اللي أنا بشوفه. وفعلا كنت لما بشوف خيالات أحاول أعمل نفسي مش منتبهة خالص، وأحاول أشغل نفسي بأي حاجة تانية. ومع مرور الأيام بدأت أسمع خطوات جوه البيت بالليل. كان الخوف هو الحاجة الوحيدة اللي أنا بحس بيها. كنت دايما بحاول أقنع نفسي إن دي مجرد هلاوس وأنا أقوى. وأوقات تانية كنت بقول لنفسي إن أنا اتجننت. كنت بحس إن أنا ميتة، إني ما عنديش مشاعر أحسها غير الخوف والرعب. وبعدها بدأت أحس بيهم حوالين مني، بدأت أحس بكل تحركاتهم، بدأت أسمع همسهم، بس ما كنتش بفهم حاجة. وبدأت الخيالات دي تظهر أكتر، لونها أسود شبه الدخان، سريعة الحركة. أوقات كتير كنت بحاول أهرب من البيت، لكن كان في حاجة بتمنعني بمعنى الكلمة، وكنت متأكدة إن أنا لازم أواجه مصيري. وبدأت أعيش حياة كلها رعب وخوف لحد اليوم اللي ظهرت فيه كل الحقائق وانكشف المستور. وبدأت أشوف حاجات ما كنتش أعرف إنها موجودة في حياتنا. أنا شايفة قصاد عيني عالم تاني موجود في وسطينا، عالم كله رعب وخوف. بدأت أشوف أشكال غريبة ومخيفة، بس مفيش حد فيهم كان بيقرب مني أو يتكلم معايا. استمر الحال ده كتير. كنت بشوفهم كل يوم في كل مكان، في البيت، في الشارع، بيعيشوا حياتهم الطبيعية، حياة شبيهة بحياتنا، بس ما كانش فيه حد فيهم بيتكلم معايا خالص، كأنهم مش شايفيني. رحت لأكتر من دكتور وكان بيقول إن عندي هلاوس سمعية وبصرية، لحد اليوم اللي ظهر واحد منهم في الأوضة بتاعتي على هيئة شاب وسيم جدا، وقرب مني وفضل باصص في عيني. أنا كنت في قمة الخوف، مش عارفة إيه اللي ممكن يحصل. وفجأة اختفى الشاب تماما، بس لقيت ورقة في إيدي معرفش إزاي. بدأت أفرد الورقة وأقرأ الكلام اللي مكتوب فيها. إحنا مش عاوزين نأذيكي، إنت معانا هتكوني في أمان، وأنا الوحيد اللي هعرف أفهمك إحنا عاوزين منك إيه وإزاي هتكوني بأمان وإنت معانا. وأنا اختفيت عشان لو كنت اتكلمت معاكي مرة واحدة إنت هتخافي أكتر، وإحنا مش عاوزين نخوفك. وسبتلك الورقة عشان تهيئي نفسك لمقابلتي وقت لما تكوني مستعدة إنك تشوفيني مرة تاني وإنك تقدري تتكلمي معايا. أنا اسمي زهير، كل اللي عليكي إنك هتقولي اظهر يا زهير، هتلاقيني موجود قصادك، ومكتوب في آخر الورقة العالم الخفي. الغريب في الموضوع إن بعد ما خلصت قراءة الورقة لقيتها ولعت وهي في إيدي، رميتها على الأرض وبقت رماد في ثواني. والعالم اللي كنت شايفاهم حوالين مني في كل مكان
اختفوا فجأة. أنا مبقتش عارفة اللي حصل ده حقيقي ولا أنا فعلا اتجننت، ولا زي كل الدكاترة ما بيقولوا هلاوس سمعية وبصرية. أنا خلاص حسيت إني بنهار، بس لأ، أكيد دي مش هلاوس، عشان رماد الورقة لسه موجود قصاد عيني على الأرض. أنا خلاص مش قادرة أستحمل، مش قادرة أفكر، وحاسة إني بموت بالبطيء. وفجأة وقعت على الأرض وما حسيتش بنفسي. فقت بعدها وكان الليل دخل، وبدأت أتأكد إن في سر لازم أعرفه، عشان زهير ظهر لي وأنا فاقدة الوعي. في اللحظة اللي فقت فيها كان الخوف اللي جوايا بدأ يقل تدريجيا، وكان عندي الشجاعة إن أواجه مصيري، بس كان لازم الأول آخد يوم ولا 2 راحة عشان أعرف أفكر إزاي هواجه اللي أنا هشوفه. وبعد ما عدى اليومين قررت إن أستدعي زهير. الساعة كانت 10 الصبح. قبل ما استدعي زهير قمت اتوضيت وصليت ركعتين لله، وبعد لما خلصت صلاتي مسكت المصحف في ايدي وفضلت مكاني على سجادة الصلاة، وقلت بصوت مرتعش: أنا مستعدة، اظهر يا زهير. في نفس اللحظة دي لقيته قصادي وبدأ يتكلم ويقول: أنا قلتلك ما تخافيش، انت معانا هتكوني في أمان. ما كانش ليه داعي تمسك المصحف في ايدك، عشان احنا مش عاوزين نأذيكي. أنا كنت بسمع صوته وعندي إحساس غريب، مش عارفة ده إيه، خوف ولا فضول ولا إيه، كنت متلخبطة. بعدها زهير بدأ يكمل كلامه وبدأ يقول لي: أول حاجة أحب أعرفها لك، إحنا مين؟ إحنا العالم الخفي، مختلفين الأجناس، بيننا الجن والأشباح والأرواح المتعلقة بين العالمين. تاني حاجة لازم تعرفيها، إحنا هنا ليه؟ إحنا موجودين عشانك أنت يا رانيا. أنت شفت في حياتك العذاب، ومش هتقدري تكملي حياتك لوحدك في عالم البشر. أنت لازم تعيشي معانا في العالم الخفي. وبعدها سكت زهير، وبعد لحظات من الصمت بدأت أتكلم وأقول له: أنا مش فاهمة حاجة، يعني إيه؟ أنا هموت وبعدها هعيش معاكم ولا إيه اللي ممكن يحصل؟ زهير بدأ يقول لي: لا، أنت مش هتموتي، أنت هتختفي من عالم البشر وهتعيشي معانا تحت الأرض، هتكوني في أمان بدون خوف وبدون حروب، هتشوفي اللي عمرك ما هتشوفيه في حياتك وسط البشر. ومحضر لك مفاجأة بسيطة حالا ممكن تشوفيها. بصي في الصالة برا، هتشوفي حاجة انت كان نفسك تشوفيها. بدأت أبص من باب الأوضة للصالة، لقيت جدتي وأمي وأبويا قاعدين مع بعض بيضحكوا. هما مش شايفيني ليه ولا سامعيني؟ أنا كنت عمال أنده عليهم كتير بصوت عالي، لحد ما زهير قال لي: مش هيسمعوكي إلا لما توافقي تعيشي معانا في العالم الخفي. أنا في اللحظة اللي عرفت إن ممكن هعيش فيها تاني مع جدتي وأمي وأبويا بدون تفكير قلت له: موافقة إن أعيش معاكم يا زهير. طول ما أنا هعيش مع جدتي وأبويا وأمي من تاني أنا موافقة على كل حاجة. بعدها زهير قال لي: خلاص اتفقنا، النهاردة بالليل هتنامي، هتصحي تلاقي نفسك وسطينا ووسط العالم الخفي. أنا همشي دلوقتي وأشوفك في العالم بتاعك الجديد. سلام يا رانيا. واختفى زهير. اليوم ده مر بطيء جدا جدا لحد لما جه الليل وجه وقت النوم، الوقت اللي هتنقل فيه للعالم اللي هعيش فيه مع أبويا وأمي وجدتي من تاني. بس المشكلة الوحيدة اللي مقابلاني دلوقتي إني مش عارفة أنام عشان أتنقل للعالم التاني. حتى بعد ما خدت حبايتين من البرشام المهدئ مش عارفة أنام برضو. بدأت بهستيريا أخد حباية بعد التانية من المهدئات، وآخر سطر كتبته في حكايتي، وبعدها دخلت في النوم وانتقلت للعالم الآخر. أنا كنت خدت 18 كورس مهدئ عشان أعرف أنام. رانيا ما انتقلتش للعالم الآخر، رانيا ماتت، وخبر موتها اتعرف مع مرور الأيام. أما حد من الجيران شم ريحة كريهة خارجة من الشقة واتصل بالشرطة.
وبعد ما وصلت الشرطة وكسروا باب الشقة فعلا لقوا جثة رانيا على سريرها. وبعد التشريح أثبت سبب الموت المهدئات، وتصنفت الحالة تحت بند اكتئاب حاد أدى إلى انتحار الفتاة. لحد هنا تبقى خلصت القصة كلها، ويا ريت أعرف رأيكم. هل سبب موتها هو المرض النفسي زي ما الطب قال، ولا سبب موتها هي التجربة المرعبة اللي شافتها في عالم ما وراء الطبيعة؟ يا ريت تكتبوا لي رأيكم في تعليق. ولو عجبتك مش هتبخل عليا إنك تعمل لايك لو كنت نسيت تعمله في أول الفيديو. ولو حابب تدعمني أكتر يا ريت تشارك الفيديو مع كل أصحابك عشان قناتنا تكبر بيكم انتم، وكمان عشان تشجعوني انزل فيديوهات اكتر عن القصص المرعبة. ولو انت اول مرة تسمعني وعجبتك القصة اوعى تنسى انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل القصص الجديدة. وبكده اقدر اقول لكم الى اللقاء في قصة جديدة. دمتم سند يا اصحابي. كان معكم اخوكم شريف شيكو. السلام عليكم.